بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي طلاب الصف الثاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في درس مسجل جديد في مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. ما هذا المكان يا أبنائي؟ أحسنتم، الحمام. هل تعرفون أدبا من آداب دخول الحمام؟ أجل، أعرف أنكم تعلمون الكثير، ولكن هيا بنا لنتعرف أكثر من خلال درس اليوم، ودرسنا أحكام وآداب قضاء الحاجة. أهداف درسنا: أولاً أن نذكر أهمية النظافة والطهارة في الإسلام. ثانياً أن نبين آداب قضاء الحاجة. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم، فلنتوكل على الواحد الأحد. الهدف الأول أن نذكر أهمية النظافة والطهارة في الإسلام. الإسلام دين نظافة وطهارة. علمنا الإسلام الحرص على النظافة في حياتنا. أتبع نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتعلم آداب قضاء الحاجة وأحرص عليها. أحرص على عدم الإسراف في الماء. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأعراف الآية 31. طيب، أحرص على نظافة الطرق. لا أقضي حاجتي في الماء الذي لا يجري. لا أقضي حاجتي قرب الأشجار. لا أقضي حاجتي في أماكن الظل. نمر إلى الهدف الثاني، وهو أن نبين آداب قضاء الحاجة. افتح بني هذا الرابط لتشاهد فيديو عن آداب قضاء الحاجة ونذكرها مع بعضنا. أقول قبل دخول الحمام: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ثم أدخل الحمام برجلي اليسرى. أستنجي وأترك المكان نظيفا، ثم أغسل يدي بالماء والصابون. أخرج من الحمام برجلي اليمنى وأقول: غفرانك. نمر الآن إلى الأنشطة. نفتح الكتاب المدرسي على الصفحة 105. السؤال يقول: أصل الأدب مع الوقت المناسب لفعله. أبدأ برجلي اليسرى بعد الاستنجاء، عند الخروج من الحمام، أم عند الدخول إلى الحمام؟ أحسنت، عند الدخول إلى الحمام. أغسل يدي بالماء والصابون. ممتاز. بعد الاستنجاء أقول غفرانك. أحسنت، عند الخروج من الحمام. بارك الله فيك يا بني، إجابات سليمة. طيب، نختتم مع إبداء رأيك في هذه المواقف. رأيت زميلي لا يلتزم بآداب قضاء الحاجة، فكيف تتصرف؟ أحسنت، تنصحه بأن يلتزم بآداب قضاء الحاجة وتعلمه أنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت زميلي حريصا على النظافة في كل شيء. أشكره على هذا وأحرص على أن أشاركه في الالتزام. بارك الله فيك يا بني. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا. ما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.